في فيديو النهارده أنا عامل لك مقارنة بين الأونر X9 دي وده الوافد الجديد من اونر في الفئة المتوسطة ضد الاونر 400 الأسطورة اللي كسبت السوق في الفئة المتوسطة في 2025. السؤال اللي كل الناس بتسأله، هل الإكس 9 دي جاي يقلب الموازين فعلا ولا الاونر 400 لسه هو الملك؟ خليك معايا للنهاية يا صديقي علشان تعرف سر اتلغى من الإكس 9 دي محدش يتكلم عنه، وكمان تعرف تختار بينه وبين الاونر 400. اول حاجه نبتدي بيها وهي الفلوس. سعر ده كام وسعر ده كام؟ سعر الاكس 9 دي نزل بكل الهدايا اللي نازله عليه من سماعه لجراب والحاجات دي، نازل في رينج ال 18000 ل 18500، يعني من غير الهدايا دي ممكن سعره يوصل ل 16000 ونص، ولسه هينزل اكتر الفتره اللي جايه. والاونر 400 لنفس النسخه تقريبا سعرها في حدود 19500 جنيه، يعني مبدئيا كده الاكس 9 دي ارخص. بس السؤال الحقيقي، التوفير ده هيكون على حساب ايه؟ ندخل على التصميم. تصميم الاثنين بالنسبه لي شيك، لكن انا بفضل الاونر 400. التصميم الاكس 9 دي تقريبا ما فيش اختلاف عن الفئات اللي قبل كده اللي كانت الاكس 9 سي والاكس 8 والحاجات دي، تقريبا كلهم نفس التصميم. ظهر كده جاي من الجلد، على عكس الاونر 400 جاي بظهر من الازاز. في المجمل بالنسبه لي الاونر 400 احلى ومسكته كمان اخف، تحسه كده ملموم في الايد لان سمكه اقل من الاكس 9 دي. سمكه 7.3 مللي على عكس الاكس 9 دي 7.8 مللي. لكن المفاجاه هنا هي مقاومه الميه والغبار. اكس 9 دي جاي باعلى مقاومه ميه وغبار IP 68 و69 و69 كي، يعني الموبايل ده ينزل تحت الميه بدون اي مشكله، على عكس الاونر 400 اللي جاي IP 66، يعني ضد رذاذ الميه الخفيف. فالاكس 9 دي هيتفوق في موضوع الميه ده تفوق واضح. بس نصيحه مهمه يا صديقي، الضمان عمره ما هيغطي ضرر الميه مهما كان واخد ايه من شهادات، فما تنزلش بايدك الموبايل في الميه. نيجي بقى للحته اللي كل الناس بتتكلم فيها الفتره اللي فاتت، هل الاكس 9 دي مقاوم للصدمات ولا لا؟ اونر بتروج لحاجه هي مش موجوده في موبايلها. بص يا صديقي، قبل ما اقول لك هو مقاوم ولا لا، انا عايز اسال، هو انت لما هتجيب موبايلك هتفضل ترميه وتوقعه والحاجات دي ولا لا؟ يعني انت مش هتجيب موبايلك وتحط السكرينه الجميله وتحط الكفر اللي جاي مع الموبايل او تشتري كفر كده على مزاجك وتحمي الموبايل، ولا انت هتمشي ترمي الموبايل يمين وشمال؟ فانا بالنسبه لي موضوع الصدمات ده ما يفرقش معايا. هو يطمني اكتر على الموبايل ان هو لو وقع مش هيحصل له حاجه ان شاء الله، لكن انا مش هشتري موبايل عشان افضل ارميه. نيجي بقى للنقطه ان هو ضد الصدمات ولا لا. هو واخد شهادات كتير انه يقدر يستحمل صدمات كتير، ويستحمل كمان انه يقع من على ارتفاع 2 متر ونص، لكن انا برضو مش بحب ده ومش هفكر في ده. هو يديني ارتياح وانا بستخدم الموبايل ان شاء الله لما يقع مش هيتكسر، لكن برضو ده فريم من البلاستيك، يعني اكيد هيوصل في مرحله انه هيتكسر. النقطه الحلوه والمهمه هنا انه الشاشه هتبقى مقاومه للكسر. ويا صديقي لو وصلت معايا لحد هنا فما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب لانه ده بيفرق كتير. الشاشه في الموبايلين اموليد 120 هرتز بدقه 1.5K، لكن الاكس 9 دي اكبر وحوافه اقل، ودي بصراحه نقطه لصالحه. والاهم زي ما قلت لك ان عليها طبقه حمايه، لكن اونر 400 لا. لكن الاونر 400 يتفوق ان شاشته شاربه اكتر ومعدل كثافه البكسلات فيها اعلى، والسطوع في الموبايلين 1800 نتس و1600 نتس، يعني الموبايلين هتشوفهم تحت اشعه الشمس بشكل واضح جدا. ندخل بقى على النقطه اللي تفرق مع ناس كتير وانا شخصيا، وهي الاداء. الموبايلين جايين بمعالجات من سناب دراجون، لكن الاكس 9 دي جاي بمعالج من سناب دراجون 6 جين 4، لكن الاونر 400 سناب دراجون 7 جين 3. ده بيتفوق في حاجه وده بيتفوق في حاجه. في الاداء اليومي ومعالجه الصور ال 7 جين 3 يتفوق عن ال 6 جين 4، لكن في الالعاب ال 6 جين 4 مدعوم اكتر في الالعاب، وكمان هيخليك تلعب ببج على 90 فريم. السر اللي اتسحب من موبايل الاكس 9 دي وهو بينزل مصر ما نزلتش معاه، وهو انه ما بقيش يدعم الاي سيم، فكده النقطه دي بتروح للاونر 400 لان هو بيدعم الاي سيم. فالاونر 400 هيبقى افضل للناس اللي بتسافر كتير ومحتاجه خطها يبقى اي سيم. وبشكل شخصي انا بفضل الاونر 400 كاداء، لان انا يهمني الاداء اليومي مش مهم بالنسبه لي الالعاب، فانا بشوف الاداء عامه في المجمل يروح لصالح الاونر 400. الكاميرات، لو يهمك موضوع الكاميرات روح اشتري الاونر 400 والموضوع ده بالنسبه لك محسوم، انه مفيش مقارنه بين الاثنين. الاكس 9 دي بيجيب لك كاميرا 108 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل الالترا وايد ضعيفه جدا. اما الاونر 400 بقى فالتصوير فيه فعلا حلو وممتاز. كاميرا 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري حقيقي واي و12 ميجا بكسل الالترا وايد، ده غير الكاميرا الاماميه 50 ميجا بكسل، وكل الكاميرات دي بتصور 4K. فالخلاصه الاونر 400 كسب الجوله دي بدون نقاش. الاثنين فيهم بصمه تحت الشاشه وسرعه جدا، لكن بالنسبه للصوت الموضوع مختلف. الاثنين جايين بسماعات ستيريو، لكن الاونر 400 صوته بالجوده بتاعه الصوت اعلى بكتير من الاكس 9 دي، لكن علو الصوت نفسه في الاكس 9 دي اعلى بشويه من الاونر 400. وكمان الاونر 400 فيه IR بلاستر اللي بيخليك تقدر تستخدم الموبايل كريموت كنترول، لكن الاكس 9 دي ما فيهوش. نيجي بقى للنقطه اللي هيكتسح فيها الاكس 9 دي الاونر 400، الا وهي البطاريه. الاكس 9 دي جاي ببطاريه 8300
600 ملي امبير، وده رقم مرعب فعلا، على عكس الاونر 400 جاز 6000 ملي امبير. فطبعا الاكس 9 دي هيقعد معاك اكتر، لكن الاونر 400 بيعوض الموضوع ده بسرعه الشحن 80 واط، على عكس الاكس 9 دي 66 واط بس. يعني في المجمل الاكس 9 دي هيعيش اكتر، لكن الاونر 400 هيشحن اسرع. الخلاصه بقى بالنسبه لي، الاكس 9 دي بسعره الحالي بسبب الهدايا انا شايف تروح تشتري الاونر 400، خاصه ان سعره نزل، افضل من ان انت تشتري الاكس 9 دي. لكن سعره لو نزل عن ال 16000 جنيه اقول لك انه هيبقى صفقه محترمه، خاصه ان منافسه الوحيد الاي 36 وهو يتفوق عليه في حاجات كتير. انا بالنسبه لي عامه هروح للاونر 400 لانه بيدي لك اداء افضل وكاميرات افضل ودعم الاي سيم وصوت محترم جدا وبسعر مش فارق كبير. يعني ببساطه يا صديقي، كل جنيه هتدفعه في الاونر 400 راجع لك بتجربه استخدام فعليه. والوقت ده يا صديقي انا بقول لك روح اشتري الاونر 400 لان الفتره اللي جايه هيختفي من السوق. قول لي رايك يا صديقي في الكومنتات. لو لقيت الاكس 9 دي ب 16000 والاونر 400 ب 19، هتشتري انهي فيهم؟ هستنى رايك. وكمان لو محتاج تسال عن اي حاجه اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان ما يفوتكش اي حاجه جديده. واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.